سميتي كوثر. كنت كنقرا في سانكيام، خرجت منها بسبب هاد الحادثة. كنت كندوش وغيبت وتحرقت في رجلي. ناس في السبيطار مدة عام. من بعد ما لقيتش شي حل اخر، قالوا لي خصك تقطعي رجلك. دابا غنحيدها، وكنتمنى نوقف على رجلي من جديد ونرجع لقرايتي ولخوتي ولدارنا. وكنتمنى من الناس يعاونوني باش نوقف من جديد بحال البنات الاخرين. باش انا ما بغيت والو، بغيت غير نوقف على رجلي. صافي هادشي اللي بغيت. كنتمنى منكم تعاونوني. انا الام ديالي كوثر الشمالي تحرقت لي عام هذا. كنت كدوز، فقدت الوعي وطاحت على المقص، تحرق لها العظم. الناس تبعدوا ليها في السبيطار بن رشيد في الجناح 34 مدة عام، من 19 في شهر 12 2011 وخرجنا نهار 15 في شهر 12 2012 مدة عام. دابا 4 شهور وانا تنجري من عند طبيب العظم كاع الاطباء اللي ديت عندهم كيقولوا لي القطع. حاولت ما تقطعش ليها رجيلتها، تبقى بحال اي بنت، تكمل دراستها رغم ان غادي توقع. حتى الكلمه صعيب باش نقولها رغم ان غتبقى شي معاقه، ولكن في الاخير القرار الاخر هو تقطع رجيلها. دابا كنطلب من الناس يساعدوا هاد البنيه، ترجع لها الابتسامه كيف البنات، تجمع مع خوتها. وهاد الحاله اللي وقعت لبنتي ما كنتمناش لاي واحد في الدنيا، وهادشي اللي كنطلب. ما باغا والو في الدنيا، باغا غير بنيتي ترجع توقف حتى هي على رجليها. هادشي اللي تقطع على رجلها في اقرب وقت ممكن باش ما يطلعش ليها الكحل يطلع مع العظم من فوق. دركا كنطلب من المحسنين باش يعاونوني على العمليه ديالها وعلى البروتيز. وانا حاليا ما جالسه غير عند الناس. عام ونص دابا وحنا في التكرفاس، وكنطلب من المحسنين يعاونوا هاد البنيه في العمليه وفي البروتيز ديال الرجيله ديالها. وما كنتمناش شي واحد اخر، كنتمنى غير